أنا كمان اتصدمت لما عرفت إن الرواية الأصلية للن أعيش في جلباب أبي ملهاش دعوة خالص بالمسلسل. طبعا كلنا اتربينا على المسلسل ده وعشنا مع عيلة عبد الغفور وتعلقنا بيهم كأنهم حد من العيلة، بس المفاجأة بقى إن قصة الكفاح اللي شفناها لعبد الغفور من تحت الصفر لغاية ما بقى مليونير مرت كده في حوار ما بين نظيرة وحسين صاحب عبد الوهاب، وما كانش ليها تفاصيل في الرواية. كمان الرواية ابتدت من وقت ما اتعرف عبد الوهاب على أمينة، مش من بداية حياة عبد الغفور. وكل الشخصيات اللي احنا حبيناها في المسلسل، الحاج إبراهيم سردينة، الريس مرسي، محفوظ، فهيم أفندي، حتى سيد كشري ومراته وابنهم خضير، ملهمش وجود في الرواية. وكل التفاصيل الجميلة دي كانت من خيال السيناريست. الصدمة التانية إن عبد الوهاب ما كانش الابن الوحيد على البنات، وكان ليه أخ تاني سافر بريطانيا علشان يثبت نفسه بعيد عن أبوه. وبهيرة اتجوزت من ابن واحد من أصحاب الحاج عبد الغفور وطلقها وما رجعتلهوش، لأنه كان طمعان في ثروة أبوها زيه زي ابن الوزير اللي اتجوز ثانية وطلقها برضه. بس في الرواية ما كانش فيه تفاصيل جوازها. ونوفا كمان اتجوزت واحد طمعان بس كان أذكى منهم كلهم، عرف يكسب ثقة الحاج ويخليه يمسك الحسابات في الوكالة والمصنع. أما أمينة الأجنبية أو روزالين في الرواية ما كانتش جميلة خالص حسب وصف الأحداث، واتطلقت برضه من عبد الوهاب. والصدمة الكبيرة إن نظيرة هي اللي ما كانتش عايزة تعيش في جلباب أبوها، مش عبد الوهاب. وفي الأصل الرواية كان أغلب تركيزها على علاقة حسين ونظيرة بمشاعرهم ووجهة نظرهم في اللي بيحصل. باختصار، اللي حصل في المسلسل كان إبداع مختلف تماما خلقه السيناريست العبقري مصطفى محرم، وقدر يتفوق على الرواية ويحولها لأحداث وشخصيات وتفاصيل درامية ممتعة لسه عايشة جوانا لحد النهاردة.